حلوين، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. النهارده بقى فيديو جديد لحاجات عندك في المطبخ، وهيبقى حلو قوي. يعني حاجه كده تحليه بسيطه وسريعه كده، وبتدفي في الشتاء وتحفه. يلا بينا. دي ميه مغليه بقى، هحط عليها سكر، شويه سكر، وبعدين هسلق فيها البطاطا اللي انا وريتها لكم. بسم الله. دي بقى البطاطا بتاعتنا في الميه دي مغليه زي ما انا قلت لكم، فيها شويه سكر واحنا حطيناها مع بعض. هحط كمان بقى فتله قرفه او شويه قرفه لو انت عندك، فانا هحط الفتله ديت وهسيبها تغلي لغايه اما تتسلق كويس كده وتبقى طريه. دي بقى الخطوه التانية بتاعتنا. دي طاسه وانا بسخنها خالص، هحط فيها بقى معلقه سكر كده. تمام. وكمان هنزل عليها ب تفاح انا مقشراه وبشراه زي ما انتم شايفين. هقلبهم بقى مع بعض كده عشان يدي الكراميل اللي فيه ده. طبعا السكر هيتكرمل دلوقتي والتفاح معاه بقى حاجه عظمه. هحط له بقى سنه قرفه بسيطه كده. طبعا انتوا عارفين ان التفاح مع القرفه حاجه عظمه يعني. هقلبهم بقى كويس كده. بسم الله. شايفين السكر داب خالص والدنيا حلوت. عايزه السكر يدوب خالص. طبعا انتوا عارفين ريحه القرفه مع التفاح تحفه. احنا طبعا في موسم الشتاء، والريحه دي بتخلي ريحه البيت حلوه وجميله قوي بصراحه. دلوقتي بس انا هسيبها لحظه مش كتير، اوعي تسيبيها كتير. لحظه واحده بس على ما اشوف البطاطا. هشيل منها بس اللي هو الفتله بتاعه القرفه. خلاص زي ما احنا شايفين انا هشيلها بقى عشان ايه؟ ما تديش طعم جامد قوي البطاطا بطعم القرفه، يعني يبقى سنه بسيطه كده بس. هغطيها بقى واسيبها تكمل سلق. رجعنا بقى للتفاح اهوت. هفضل اقلب فيه لغايه اما تحسي ان التفاح ذات نفسه استوى، او تدوقيه يعني في اي حال من الاحوال عادي يعني. كده خلاص بقى احنا وصلنا للدرجه اللي احنا عايزينها. هشيلها بقى واركنها على جنب ونستنى البطاطا. طعمه تحفه، انا دقته. التفاح طعمه تحفه جدا ومستوي، يعني ما فيهوش حاجه بتقرش كده. دي بقى نفس الطاسه اللي كان فيها التفاح. نزلت التفاح منها وهنزل فيها حوالي ادي معلقه، وادي التانية سمنه. دي عجوه بقى اللي هو اللي بيبقى بلح اصلا ومطحون كده معمول جامد. هستخدمه، هحطه في السمنه. دي بقى معلقه كبيره خالص تمر زي ما انا قلت لكم اللي هي العجوه. ههرسها كويس بقى كده في السمنه. بسم الله. خلاص كده زي ما انتوا شايفين العجوه انا فرشتها طبقه كده عشان انا هستخدمها في الطاجن مفروشه، وخلاص مزجتها مع السمنه وبقت تحفه خالص. انا هركنها على جنب بقى وابدا اشتغل في الطاجن اللي احنا هنعمله دلوقتي. خلاص البطاطا لسه دلوقتي مصفياها من الميه. هحط عليها بس شويه سكر صغيرين كده. بسم الله. هبتدي بقى دلوقتي اهرس كده وامزج بقى السكر مع البطاطا. انا بهرس وهي سخنه عشان السكر يدوب. دلوقتي بقى هنبدا نفرش الطاجن بتاعنا. هبدا بقى الاول بالبطاطا، نفرشها طبقه بسيطه تحت. هحط بقى طبقه كده مش كبيره. بسم الله اهوت. هفردها بقى انا دلوقتي، وسبت جزء من البطاطا عشان هحطه في الطبقه اللي قبل الاخيره. بسم الله. خلاص كده احنا ظبطناها بالسباتولا كده. هنحط بقى الموز. وزع الموز كده، هنزله لتحت كده يعني تك عليه شويه اهوت. هنزل بقى بالتفاح اللي احنا عملناه مع السكر وكرملناه، وهحط كده نصه مثلا، وهفرشه زي ما فرشت البطاطا. دلوقتي بقى انا عامله كريم جانتيه
مش متقلاه قوي هحط طبقه برضو منه بسم الله في النص كده عشان اعرف افردها كويس. دلوقتي بقى هحط طبقه العجوه بسم الله اهو. دلوقتي كده هاخد بالسباتولا حته بسيطه كده وهمسح عليها بس كده. دلوقتي بقى هحط طبقه برضو تفاح من اللي هو متكرمل ده بسم الله. هنفرد بقى دلوقتي الطبقه الاخيره من البطاطا بسم الله. هنوزع بقى بقيه الموز اللي كان عندنا بسم الله. هنحط بقى طبقه كريمه الاخيره وما تكتريهاش قوي عشان بقى ندخلها في الفرن بسم الله كده. خلاص تمام، هتخش بقى تاخد وش في الفرن. عايزه بس اوريكم الطبقات بتاعتها عامله ازاي. شايفين الجمال؟ بصوا بقى الحلو ده ممكن يتاكل سخن وممكن برضو يتاكل بارد، بس احنا هناكله سخن عشان طبعا البرد اللي احنا فيه ده ونتدفى. انا بوريهولكم كله شكله رائع جدا. هشيله بقى على الفرن. بقى طلع الحلو بتاعنا من الفرن. شايفين شكله رائع يا جماعه والله. انا هاكله سخن عشان طبعا نتدفى وكده، بس هو يتاكل سخن يتاكل بارد مفيش اي مشكله. يعني انا طبعا كل ده كبير قوي علينا كلنا. هناكل مثلا اللي احنا نقدر ناكله، وبعد كده اللي يتبقى هيتبقى في التلاجة وترجعي تاكليه عادي وهو بارد. ففي كلتا الاحوال هو طعمه بيبقى خطير جدا جدا. ادوقه معاكم بقى بسم الله. شايفين عامله ازاي؟ حاجه طريه كده وتحفه. شايفين تحفه ازاي؟ رائعه جوسي كده وحلوه قوي 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 وبتدفي بقى في الشتاء ده. هدوق بقى كده بسم الله. بصوا انا مش هشكر فيها، هي حكايه وعالم تاني، يعني هتاخدك في عالم تاني قوي. حاجه كده تحفه ومش محتاجه ان انت تكوني متعشيه، يعني دي وجبه كامله متكامله زي ما بيقولوا. والسكر بتاعها خفيف. خطيره خطيره، جربوها يا جماعه وادعولي. دلوقتي بقى هقول لكم باي باي بقى، واشوفكم في فيديو جديد وافتكاسه جديده وحاجه جديده. بس اهم حاجه ما تنسونيش من اللايك والشير والسبسكرايب، ويا ريت تعليق حلو منكم كده وتفعلوا زر الجرس. باي باي واشوفكم في فيديو جديد.